يا صباح الفل على أقوى هجوم في الدوري. صباح الفل على كل الزملكاوية. الزمالك امبارح بيكسب في ماتش هو غريب وعجيب. امبارح على كهرباء إسماعيلية 5-2، ويمكن مضيعين قد الخمس تجوان دول مرتين تلاتة. ماتش كان ممكن يخرج بنتيجة أكبر من كده بكتير، بس ده عادي، احنا أقوى هجوم في الدوري يعني، فده عادي يعني. الزمالك بيرجع يتحدى المنطق بعد 14 مباراة لعبها الزمالك والأهلي وبيراميدز. الزمالك متفوق على الأهلي وبيراميدز. الزمالك في المركز الثاني، فرق الأهداف عن بيراميدز. فيستون مايلي ومروان حمدي وزيكو وزلاكا ومصطفى فتحي والكارتي والشيبي ومهند لاشين والناس دي كلها. الزمالك بسكواده ده اللي كل يوم بيمشي لاعب، شوية صلاح مصدق مشي، هوب عبد الحميد معالي مشي، هوب ناصر ماهر اتباع، هوب دونجا اتباع، ومش عارفين نجيب حد ومش عارفين ندفع فلوس للعيبة. الزمالك متفوق على بيراميدز. هو بيراميدز بس؟ لا، ده متفوق على الأهلي. الأهلي والله متفوق على الأهلي بفرق نقطة وفرق هدف. الزمالك أقوى هجوميا من الأهلي، اللي هو تريزيجيه وبن شرقي وإمام عاشور وزيزو وكل الناس دي الزمالك متفوق عليهم. فالزمالك، أنا بقول الزمالك تاني بيتحدى المنطق. الزمالك أقوى هجوم في الدوري، متفوق على الأهلي وبيراميدز. وده دباغ هداف في الدوري العام المصري. فكل دي أرقام صعب جدا بمعطيات الزمالك دي. لكن الزمالك كان حتى امبارح بيلعب بست ناشئين. عارف يعني ايه ست ناشئين في الدوري العام؟ يعني بتتفوق على الاهلي وبيراميدز. برضو علشان ادي لكل ذي حق حقه، معتمد جمال عايز اقول لك شابوه على اللي انت عامله ده. توجد بدايل ومخلي على الدكه لعيبه وحلول، تنزل محمد شحاته وعبد الله السعيد في اخر المباراه. فشابوه معتمد جمال، شابوه جمهور الزمالك العظيم، شابوه لعيبة الزمالك الرجالة. وألف مليون مبروك لجماهير الزمالك، ومن نصر لنصر إن شاء الله. السلام عليكم.